قبل ما تبدأ تخطط للسنة الجديدة، راجع نفسك، راجع إنجازاتك وامتن لربنا عليها واشكره على فضله إنه وفقك ليها. وراجع كمان الحاجات اللي معرفتش تحققها وحاول تاني، وارحم نفسك إنك محققتهاش. وافتكر كام حاجة ربنا سترك فيها ونجاك منها، من تعب ومواقف عديت منها. وافتكر إن لطف ربنا دايما محوطك بكل حاجة. أنا ليه بقول الكلام ده؟ لأن الحياة ups and down، عمرها ما هتمشي زي ما أنت مخطط لها. قسم أهدافك على الأربع جوانب في حياتك: صحة، شغل، علاقات، علاقتك بربنا، وشوف كل جانب إزاي تتطور فيه. وبما إني تخصصي الصحة النفسية، فحابة أقولك نصايح عشان تعيش بسلام وتعرف تحقق أهدافك. أول حاجة، ما تستهونش بمشاعرك. لو حسيت بضيق أو حزن من أي حاجة وأي موقف، وقف واعترف بمشاعرك. المشاعر بتكون زي السحابة، بتعدي لما نعترف بيها. كلم صاحب ليك أو أهلك، اكتب الموقف اللي ضايقك، كلم ربنا واطلب منه العون والنجاة وإنه ينور لك طريقك. أنا ليه بقول الكلام ده دلوقتي وإنت المفروض بتخطط لسنة جديدة وبتكتب أهدافك؟ لأنك في الوقت اللي بتكون فيه متضايق أو زعلان أو حزين، إنجازاتك بتكون أقل. فارحم نفسك في الوقت ده وخلي الحزن ياخد وقته، وقلل الريت بتاع إنجازاتك. مفيش مشكلة، مفيش حاجة هتفوتك، لكن لو فضلت ماشي بنفس الريت والسرعة هتنجز، بس بعد وقت انت اللي هتنهار. الحاجة المهمة قوي عشان تعيش في بركة وزيادة في إنجازاتك، امتن لربنا لأي حاجة عملتها، لأن ده توفيق منه وده وعد رباني. ولئن شكرتم لأزيدنكم.